حنوش. ايه اللي جابه ده؟ ولا حنوش. يا ضبع. ايه يا جدع انت اطلع كلمني يا جدع، بكلمك وما تردش عليا. معلش مريح شويه. يا جدع قوم كلمني. بقول لك مريح يا ضبع. يا عم قوم كلمني، عايزك في مصلحة. مش هتسكت النهارده. جاي يا ضبع خلاص. افتح يا عم، انت قاعد مع الكتاكيت ولا ايه العيشه اللي انتوا قاعدين فيها؟ ليه متوى على الاقل. انت بقول لك ايه، ولا ابن حسام تفه جالك؟ ما جاليش. الولد انا خلي بالك لو شفته هكسره. يا عم كسره بعيد عني. هكسره. كسره بعيد عني. عايز لو شفت حنوش هنكسره. يعني انت مصحيني عشان تقول لي ان انت هتكسر الواد ده؟ لا امال عايز ايه؟ انا مصحيك عشان عايز ولاعه. معاك ولاعه؟ انت تستقبل يا ضبع. يا جدع انت فيها اولع سيجاره عشان اكلمك في مصلحه، عشان اعرف افوق لك. عايزك في مصلحه حلوه. اسمع اللي بقول لك عليه، ما تبصش تحت رجلك يا حمار. مصلحة ايه؟ واحد الله. لا اله الا الله. صلي على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. استثمر فلوسك. استثمر؟ ها؟ استثمر ايه؟ استثمار. هتدفع 6000 جنيه. 6000 جنيه ايه؟ انت سالف مني 2000 جنيه وما رجعتهمش لحد دلوقتي، اديك 6؟ يا جدع انت ما هديك فلوسك كلها مره واحده تكه واحده. في ايه يا حون؟ مش هناكل عليك فلوسك. بنقول لك مصلحه يا جدع انت، مصلحه سوق. لو عدت من تحت ايدينا هي كده اهوت مش هنعرف ناكلوا عيش. ايه المصلحة؟ واحد الله. لا اله الا الله. اشتغل في الدخان. هنبيع سجاير يعني؟ لا امال ايه؟ بيع دخان. بيع هوا؟ يعني ايه دخان يعني؟ هنبيع كلام. كلام؟ انت عايزنا نستثمر في المهرجانات؟ مهرجانات ايه يا جدع؟ احنا بتوع مهرجانات انت كمان؟ احنا بتوع سرسجه. لا صح، انا مش وش سرسجة. ايه يا عم اللي انت بتقوله؟ يبقى اكيد اكيد اللي هو التراب. ايه؟ التراب اللي هم العيال الفانك اللي بيعملوا كده دول؟ ايوه. لا يا جدع انت، احنا بتوع الكلام دوت. ما تقول طيب في ايه؟ عارف الكلام بيتكتب على ظهر التكاتك؟ انا اللي كاتبه، والعبد لله الحمد لله اول ترند عمله. هنجيبوا شويه كلمات وننزل فيها في السوق وان شاء الله تطلع ترند ونظبطه حالنا. يعني انت اللي هتكتب الكلام؟ طب وانا هدفع فلوس ليه؟ عشان تبقى شريكي. يعني انا هدفع فلوس عشان ابقى شريكك وانت اصلا بتكتب الكلام؟ انت هتبقى شريك نجيب ساويرس. ساويرس ايه؟ انت مجنون يا ضبع. ايوه يا جدع انت، يا جدع انت هناكل الشهر. هناكل الشهر ده مش اقل من 5000 جنيه في السنه. 5000 جنيه في السنه؟ ايوه. انت سالفهم مني في 3 شهور، هتدوهم لي انت في سنه؟ يا جدع انت، ما انا هستلف منك 6000 وهديهم لك مره واحده. الحمد لله. هقسطهم لك على سنتين زي التلاجة. انت عبيط يا حنش؟ يعني انا جاي لك في مصلحه هتقول لي 6000 و5000؟ احنش انا جاي لك خلي بالك، وقسما بالله ولا ابراهيم تفه لو كنت قلت له المصلحه دي كان قال لي خد ال10. انا مش فاهم انت عمال تلوك برضه وعايز فلوس ليه؟ مش فاهم. عشان راس المشروع يا حنش. ايه راس المشروع دي؟ ياض مش انا المشروع. ايوه انت اللي هتكتب. يعني انا المشروع. ايوه. ودي دماغ المشروع. ايوه. دماغ المشروع بقى فاضل لها نفر وتحمل اللي هم ال 6000 جنيه. الدنيا متدنقه معايا يا حن. طب ما انا لو اديتهم لك هتبقى مدنقه معايا. ياض ما انت معاك الفلوس، انت بالك ارتاح. لا طيب انا ما طلبتش منك كتابه يا حنش، انا اللي هكتب. يعني انا لازم بالي يبقى مرتاح. ما هتبقى مدنقه معايا. مش مشكله يا حنش، مش مشكله. انت بتثبت في حاجات غريبه، قسما بالله بتثبت في حاجات غريبه. تعالى يا حنش، واحد الله. لا اله الا الله. اقعد بس، هات كراسي اقعد. وانت عارف انا عندي كراسي يعني؟ يا عم انا قعدت بقول لك بتثبت انت في حاجات غريبه. قول. حنش انا هصيطك وهخلي الدنيا كلها تقول اسمك. صيطني؟ يا جدع انت هخلي الناس كلها تذكر اسمك. ازاي؟ انا هكتب كده اهوت، لو جبت سيره الجدعنه الضبع لازم يتقال. طبع. اه. طب ما ده اسمك، انا فين في الحوار ده؟ يا ابني ما انا وانت واحد، انت بتعمل بينا فروقات برضو. ولسه في قافيه تانية هقولها لك. قافية ايه؟ لو الدنيا مدنقه معاك وبتقرش روح استلف من حنش. انت هتسيحني؟ سيحلي ضبع. ما هو ده اللي هيسيطك يا غبي. هتزيطني ازاي؟ هتخلي المنطقه كلها تيجي ما كانوش 10000 جنيه يا حنش. 10000 جنيه؟ هو مش كانوا 6 واحنا واقفين؟ ياض ما في 4 برضك عشان امي تعبانه في المستشفى. وكمان الدولار غلي. دولار ايه؟ انت مش هتكتب كلمات؟ يا ابني ما هو راس المال بيعلى مع الدولار. الدولار غلي، يعني انا محتاج 10 دلوقتي وكمان شويه هقول لك 12. انجز بقى، توكلنا على الله.
كنت هاخد منك الطقم الناس تليفون بعد اذنك يا حن. خد.